إيدينا في إيدين بعض بنصنع المستحيل. لو عاوز تكون سعيد أسعد غيرك، وأنا سعادتي بشوفها في أمي إن بقت فرحانة. سألت المولى يعطيها ويعلي مكانها. أمي أمي البسمة والفال اللي بيعيش جوانا، وأمي الأكسجين والعافية ليه مرضانا. مع أمنا وأم كل السودانيين، وبالتحديد وبالتشخيص إنه أم كل الطلبة الآن بيدرسوا واللي تخرجوا من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية هندسة تكنولوجيا الصناعات، المجمع الشمالي. معنا خالتنا وأمنا جنجويد نتعرف عليها. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. نتعرف عليك. اسمي جنجويد. بحبكم وبحب الجامعة كلها. ونحن مثلا بنحبك والله حب شديد شديد شديد. وأنا بريدكم. ونحن كمان بنريدك كمان. أنا مخرجة 17 دفعة، الباقي لي الشينين دول أنا بخرجهم إن شاء الله. الشينين دي خريجيهم هم لأنه خرجت السامحين. الشينين دول أنا دار أخرجهم لكم. والله دار منجح علي كله، ما دار أي واحد ما ينجح لي. وقفوا معي كثير. ما قصر والله معك. ما قصروا معي. العملية دفعوا فوقي 97 مليون. ما عرفتنا عن اسمك بالكامل. أنا اسمي أشرف فضال بقادي. وجنجويد دي شنو؟ ده الطالب سماني جنجويد. أنا ما اسمي جنجويد. ده الطلبة الخلبة. الطلبة العاملين غلبة. دول هم سموني جنجويد، دقيت وسماني جنجويد. لكن أنا اسمي أشرف فضال بقادي منطقة تلودي. نحن غاية لنا سعيدين غاية السعادة بأنه نكون معاك، وحبينا أنه نزورك ونشوف أحوالك كلها شنو وكيف إحساسك أنت في الجامعة هنا. وقالوا أنك شغالة لك سنين طويلة جدا جدا. لك كم سنة في الجامعة هنا؟ 17 سنة. 17 سنة في جامعة السودان هنا. العلوم التكنولوجيا دي حقتي أنا دي. والله ما شاء الله. قرن دمكتور أنا قاعدة هنا صعبة معكم. صعبة. ذاته ما بحبها زيهم. بنتي مش عتيمة ما بحبها زي الطلبة. الطلبة وقفوا معي في العملية، وقفوا معي في أي حاجة وقفوا معي. العملية بتاعت شنو معلش؟ ما ده اتزاع طويلة دقوني. اتزاع طويلة دقوك؟ السبب كان شنو؟ شعر الله يبصل في كيس وماشي لأختي يوم 27 في رمضان. ماشي هو تعال المطر ماشي وراي ما أعرفه. يوم نزلت بس يدي شمال جابها بيدي اليمين ضربوا النص عطوا كسر من 4 صف. مخيط ضلت اتزاع طويلة مخيط ب 120 سبيبة. ولا ما فت اشتكيتيهم ولا عملت اي حاجه؟ بعرفوا مين انا، ما واقف في التراب. ما ده ما طلعوني في الفيس، دول بيطلعوا في الفيس ده بيقدر بيفرز الكتلك منو الشالك منو. ما يعني بس جابوك في الفيس؟ هاي جابوني في الفيس. هاي العمل لك العمليه منو؟ بري ما بعرفه، انا في الخرطوم جنب الحنجره والقلوب. الدفع لك القروش منو بتاعت العمليه؟ دول الطلبه. دول الطلبه هن ذاتهم الطلبه اللي عاملين غلبه ده؟ هاي دول هم والله خير، هم ما في اي زول عليهم. دول هم مركبين لي 4 قزاز دم. يعني الطلبه اللي في الجامعه هنا في الكليه. هاي اسمه واحد بيقولوا له ولا من السر. اللمين السر لي والتحيه. هاي من اولاد مدني. ده هو اللي وقف معي 17 يوم راقب معي في المستشفى. دول هم الدفعوا القروش. وحسي شغاله في الجامعه هنا شنو؟ شغاله بس ناس البلديه تبع الحمامات والورشه ومحل الحرس. وشايف ما شاء الله عندك بضايع وحاجات. دول الطلبه جابوا لي مديانه. دول الطلبه جابوا لك لانك تبيع. اي قال ابي عشان اواصل بين. يعني الشغل المرتب ما بكفي ولا شنو؟ والله المرتب ما عدوه هسه قال بيزودوا في الشهر ده. بصرف شنو 80 مليون بس. كمان نرحب بدكتورة أمنية مديرة مركز الفاروق. معانا الآن حضور أنيق ومتميز بيننا إنه موجودة معانا وجات تشارك خالتنا جنجويد. نتعرف عليك أكثر. السلام عليكم، أنا أمنية فاروق أحمد صالح، مديرة مركز الفاروق لتأهيل ذات الخاصة، أخصائي نفسي. أنا سعيدة جدا هنا بزيارتي للخالة جنجويد مع أستاذ محمد في برنامج يلا نتغير، وبنتمنى احنا نقدر نساعدها ونتعاون معاها ونساعد الطلبة ذاتهم الموجودين في الجامعة هنا عشان نقدر نقدم لها خدمة متكاملة. بعدين هي بقت زي ما بيقولوا هي أم الجامعة دي كلها، يعني أمنا احنا ذاتنا كمان، وإن شاء الله نكون يد مع بعض ونتعاون معها بإذن الله. أنت عندك كم طفل يا خالتي؟ والله واحد الله. ربنا يخليها. عندك طفلة واحدة؟ هاي بنت ذاتها بيالا، بنت واحدة وقاعدة معها سنة. ذاتها أبوها مدوفي عتيمة. أيوة. طيب بيصرف عليكم منو يا خالتي غيري؟ والله دي هي تقدم الشاي وأنا بخدم خدمتي دي ناكل ونشرب. يعني أنت حاسة على الخدمة بتاعتك دي بتاكلي منها أنت وبتدي بنتك منها؟ أنا قاعدة معها، هي مقيداني معها في البيت. يعني قاعدين مع بعض أنتوا الاثنين؟ قاعدين معها بنتي، هي بيراجلها.
باجي لي بخدم البلاد عندك دي بيجيبها كمان، وانا بلقب بهنا وهي تلقب بهنا بناكل ونشرب. وذات الحكايه بقى ان بقت في السودان صعبه شديد، فالناس شنو الناس يعيشوا كده ما في أكيد طريقه. أكيد. الله ينسيبي ما قصر مني، الله اديته اللي بدي اخليها يتيمه ما عندها ابو، كمل بطونها ما بتجيب. الحمد لله حاسه عندها بنتين، لا الحمد لله والله. بنتين واحده عرسنا لها، وحاسه ولدها جاب لها ولد في الباوقه حسي، والصغيره فيها قاعده ما هنا لسه ما عرست. انا قاعده معاهم بغسلوا لي ملابسي وبسوي لي اكلي بشرب، انا بجي الشغل وبرقد. هل شغاله حاجه ثانيه خالتي غير هنا في الجامعه؟ والله الا هنا بس، انا كان شغاله في البيوت، ناس البيوت حقارين انا بيت، بيجي بدق لي واحد ساكن ما بقدر. ناس البيوت حقارين. ما بقدر والله العظيم ما بقدر لهم. هاي الخدمه شويه صعبه في البيوت يعني، واخلي اولادك. اي خير بقى مع القمر المنعفين دي زي البراء والناس دي، يلا بقى بدردش معاهم بس ده عيالي دار بخرجهم وكذا. الحمد لله لو نزلت معاش ما عندي حاجه ثانيه. طيب مشوا الغابه انا بورام بندقوا بس وبيجي ما عندي قضيبهم. الاستاذ حسه جوا ما خشوا طوال مش بقوموا بخششهم للاستاذ جوا. حاسس انت شايفك بادئ بحاجات ضابطه شديد، انت عمليه قدر شنو؟ انت عمليه طبليه كبيره، تعمل دكان، تعمل شنو؟ ما في دكان هنا ادوني الكشك الاسود ده، انا ما عندي قرش له. يعني انت عندك الكشك جاهز ادوك له ناس الجامعه؟ جاي اداني له ناس الكليه هنا؟ ناس الاتحاد ده، اتحاد الطلبه اداك الدكان جاهز؟ اي هسه يهدى، لكن ب 30 مليون ما بقدر اخر الترابيزه. تدفعي في الشهر 30؟ 30 مليون قال ما بقدر له والله. وما مليتيه ولا شنو؟ بعمل به شنو؟ القرش بدو مساعد اللي ده علي ده كيف يلا. ما بقدر بعمل به شنو؟ والله بعمل به ما في. هو مفترض ده انه شنو تاخد حاجاتك دي فيها وكل ما مره تزيديها حبه حبه. لكن كده، لكن هسه ما في والله الا بعد. ما ممكن يدوك له من غير ما قروش الشهر، يعني يدوك 3 شهور تكون مجانيه. ما انا عندي المفتاح ده ادوني له. ادوك المفتاح لكن مفترض تديهم كل شهر 30,000. لكن لسه من انا وقعت ولقيت العافيه ما طلبوني لسه في قرش، لكن قالوا شهر ب 30. يعني ما طالبوك مما انت لا لسه عملت العمليه ولا لسه هي قال بعد القى كويسه حتى بيطلبوا مني قرش. ما حاولتي انه هنا تقول لهم يا اخي ممكن تدوني لي مجاني لفتره طويله ولا ما سالتيهم؟ لا هو ذات في المحل الكشك ده ذاته ما فيه، هو مسافر لا بعد يجي قال لي اشتغل ده ما انا بيجي. قلت له خلاص. لقيت البضاعه دي الشيء دي ساقوا بفتح الكشك كبير ساقوا اخليه من دون بضاعه، كنت بدردش هنا بس يما الله بيديني القرش بفتحه عديل، المفتاح معي انا. بعدين هي متونسه مع اولادها يعني، الناس ما جينا قاعدين ده ماشي بسلم على اختي جنجويد كيف انت عايزك شنو اخبارك ان شاء الله طيبه، فما اخذوا مديه معاهم في لحظه اللي احنا قاعدين معاك كده كنا بنشوف فاخذناها من الكشك. حلوه الترابيزه بتاعتها. هاي حسه قال لي انت اخذتي جنجويد، قال لي قاعدين معاك ده تقول لهم الكتيبه 25 بس تطيح كجره. قلت لهم شو الكتيبه 25 قال اقول له جاكو تقول له ادبكم انا ادوم لكم بس. حاسه ما شاء الله استاذه امنيه دي شايفه عندها افكار كثيره تقول لك، لكن شنو نسالها منها. تفضل يا شباب. ان شاء الله احنا نحاول نتعاون مع بعض على اساس نقدر نساعدك يعني، ونوفر بعض الحاجات اللي هي ممكن تفيدك مثلا في الترابيزه او كده، تقدر توفر في حاجه لقدام. وبنتمنى انه احنا برضه من يعني الناس اللي بتسمع فينا او بتشوفنا انه تقدم يد العون لخالتنا جنجويد هنا، والحب يجي يزورها في الجامعه، يجي يتعرف عليها ويشوفها ويلاقي الطلبه ذاتهم اولادها هنا وبدهم سيره كافيه عنها كمان، والناس تعاون ان شاء الله بيد بعض ونمشي لقدام باذن الله في الحاجه دي باذن الله. او على حسب كلامك انه يا خالد جنجويد قلتي في طلبه كثيرين هنا في الجامعه يتخرجوا وفي ناس بيقروا لسه بيعرفوك، هل وقفوا معاك ولا ما وقفوا معاك؟ ديل كلهم بيمشوا للبيت، مش هنا مشوا في بيتي هناك، وصلوا للبيت بيسلوا كده. انا يوم واحد ما جيت هنا كلهم بالخارج بيمشوا لبيت ولا بيمشوا البيت وبيجوا راجل. وعلى حسب كلامك انه البضاعه دي اشتروها لكم؟ دول هم ما دي انا ما بكذب عليك، انا بحاجه بقرشي ما بيتها جابوا لي هم بيجوا لي. الطلبه دي كان ملانه تكمل طوالي 5 دقائق، لكن بس اليومين دي عشان شويه نص صدام ما جابها لي. هاي بيجيبوا لي البضاعه دي بيجيبها لي، ما حصل ما انا خطيت الترابيزه بيتها بقرشي، يجي بلقاها ملانه بلقاها ما يقول لي يا مجنونه تعالى الترابيزه ملت. بيهزروا معك؟ بيحظوا لي بشيل قرشي بدخلهم في جيبي بخش السوق وبيلاقي ايش وبيلاقي لحمه. نحن اليوم جينا لخالته جنجويد ليه؟ عشان نساعدها بقدر ما بنقدر، لكن بعد ما يتكلمنا معاها وعرفنا بعض التفاصيل انه ناس الجامعه هنا الدواء دكان صغير، فعاوزه بقدر الامكان انه تملاه.
نحن عاوزين نشارك كلنا وندعم خالته جنجويد لانه نملي له الدكان بتاعه. الدكان طبعا ايجاره رخيص شديد، الايجار بتاعه شهر ب 30، اليوم ب 1001. نحن حابين انه نملي له الدكان بتاعه ده، واي زول حاب يساعد خالته جنجويد ممكن يصل لحد الجامعه هنا، وممكن لو داير تتواصل معاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نخلي رقم التلفون ونخلي رقم بنكك لانه تصل لجنجويد. اذا كانت توصل مبلغ مالي ترسله عبر بنكك، لو داير تصل هي لحد الجامعه هنا تجي في ارقام التواصل بنخليها لكم. وعاوزين نشكرها هي لانه ما شاء الله خلتنا نحن نجيها ونتونس معاها وندردش معاها وحكت لنا حاجات كثيره جدا جدا. انا والله عارفك انه بتهزر معاي وزول اصلا لو ما حب زول اصلا ما بهزر معاي. ايوه بحضر معك انت تقلش يعني كده شوف الصفقه. لا العرس حقي قريب ان شاء الله. خلاص تعال انا طبعا حاجيب لك هنا البضاعه لحد ما عندك، ما حاجيب لك القروش، حجيبها لك بنكك وحمشي اشتري لك البضاعه ده. البضاعه شنو؟ الحلويات ده الشوكولاتات والحركات دي والبسكويت المحشي وهي النصيبه. لا لا خلاص حنجيب لك سكر بن حاجه دي، ولا نجيب لك شوكولاته بسكويت لبان كلام زي ده اللبان والحلويات. ما تجيب السكر، جبت سكر العبيد ده اللي بيشربوه ساكن لي شاي. انا ما داير السكر. انت بس دايراه هنا دايراه بضاعه بس، بضاعه بس الطلبه على الطلبه انه يكون مناديل واي حاجه ده اكلهم. ليه القرقاش بياكلوا؟ خلاص اسمعوني. خالد جنجويد قالت اي زول داير يجي يساعدها، انت لو ما داير تساعد بنكك ولا داير تصل لحد هنا لخالد جنجويد ممكن تعمل شنو؟ تشوفه قالت عاوزه تجيب قرقاش، تجيب شوكولاتات، تجيب حلويات مصاصه كلام زي ده، لانه الطلبه كلهم بيحبوا الحياه دي. والمناديل ما تنسوها معاكم تمام؟ ده اهم حاجه. المناديل ده بيقولوا وش ومشين ده لو ما قالش وش ما بتشوف البنات سمع الا قلت له وش. والتحيه للناس اللي قالت ده تجيب كيس الصايم. في ناس كثيره يتواصلوا معي قالوا لي ده نجيب كيس الصايم لخالد جنجويد، فان شاء الله بنحاول نجيب ليه كيس الصايم ونجيب ليه البضاعه. الداير يجيب بضاعه ممكن يجيب بضاعه، الداير يدفع بنكك، الداير يجي يتونس مع خالد جنجويد ويدفع كاش يدفع كاش، والما داير يدفع اي حاجه ممكن يتونس معاها بس. ده كلام صح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه والخير في وفي امتي الى يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله.